يوم الاثنين في لقاء بيراميدز مع النادي الاهلي، من وجهة نظرك ايه النتيجة كويسة؟ انا رايي ولا ليا ولا باصص يا مهيب لاي نتيجه غير ان الزمالك يكسب الاربع ماتشات. ايوه بس خلي بالك اي نتيجة في الماتش ده بصراحة. طبعا هيبقى فيه التعادل، هيبقى فيه لنادي الزمالك. التعادل التعادل فيه لنادي الزمالك. طيب انا مش الفرق بقى 5 بونت للاثنين المنافسين يعني. تمام انا مش هطول عليك. احنا دلوقتي انا رايي وده اللعيبه وده انا شايف ده الجمهور، احنا مش باصين لغير اللي احنا نكسب زي النهارده. هدف من اول دقيقه والدفع زي ما عمرو اتكلم على الجماهير اللي هم العنصر الاساسي النهارده. من اول دقيقه الدوري مش هيروح، عايزين الدوري، هو ده الهدف الطرد قدام كل واحد يحطه قدامه الاربع ماتشات والفتره الجايه وبطوله افريقيا. كابتن احمد ايه رايك في شيكوبانزا؟ شيكوبانزا في لعيب في قدرات. كان كابتن مصطفى عبده اكتر واحد كان اسمه المجري، كان بيسحب الفرق المنافسه اما كان الاهلي مثلا بيتضغط او حاجه زي كده. فالنهارده في السرعات اللي هي بيراميدز، النهارده كان مكسب بيراميدز ده مهم هيكسب. فالمساحات النهارده زي شيكوبانزا ده هيبقى ليها دور كبير جدا، والنهارده قدر يستغل بتركيز عالي. يمكن لعيب برضه بيحتاج اللي انت عنده بعض الدفوهات. انا شايف ان الجهاز عارف بعض الدفوهات، ما عدناش بنسمع الدوشه حوالينه. يعني شيكوبانزا كان عنده دوشه كبيره جدا اول لما ابتدى مع كابتن احمد بيشبه شيكوبانزا كابتن مصطفى عبده. لا انا بتكلم على السرعات. صعب قوي بتكلم على السرعات مش على الفنيات يا كابتن. صعب التشبيه ده قوي. بيتكلم على السرعات. بتكلم على السرعات مش على الفنيات. لا كابتن مصطفى المجري مفيش حد زيه. بتكلم على السرعات يا عمار. ماشي ما تقفش قوي كده يا كابتن عماره. انت عشان نهاري ولا ايه؟ سرعات. خد بالك بره عماره جاي ما تعرفش مبسوط ولا متضايق بمكسب الزمالك؟ انت ايه؟ لا انا متضايق. كنت عايز الاهلي ما هو باين على وشك. ده حاجه تحترم يا كابتن. باين على وشك. راجل اهلاوي يا مهيب. ده حاجه تحترم. راجل اهلاوي. ده حاجه تحترم. الراجل عنده انتماء ومن حقه ان هو راجل اهلاوي. لا لازم يا مهيب لازم نعرف ان النادي الاهلي كان احسن له نتيجه التعادل. الزمالك اتغلب عشان يخش المنافسه بقوه. فده طبعا النهارده مكسب الزمالك ضد المنافسين، ضد بيراميدز وضد النادي. بقول لك ايه، هو شيكوبانزا اسرع ولا محمد عماره؟ محمد عماره بيرفع بس. بكره ان شاء الله نلتقي بعد صلاه الجمعه بقى ولقائك مع كابتن اكرامي وكابتن ايمن. بكره لقاء السحاب غدا ان شاء الله يا كابتن احمد، مش هطول عليك. باذن الله. كل سنه وانت طيب وتحياتي ليكم جميعا. حبيبي كابتن احمد سليمان دايما عضو مجلس اداره نادي الزمالك. طيب المكسب حلو والفوز حلو و يورتيتش قلب الدنيا في المؤتمر الصحفي وطلع الموبايل بتاعه في المؤتمر الصحفي، وشايف ان هدف الزمالك تسلل وليس هدف. ده المدير الفني لبيراميدز، ويمكن عمل قلق كبير جدا في المؤتمر الصحفي. لو تجيبوا لنا زميلنا هاني عصام يا ريت، هو كان موجود هناك في المباراة وحضرها وشاف الانفعالات على الطبيعة وشاف يوروتيتش وهو منفعل جدا جدا جدا. والنهارده على فكرة بيراميدز لم يؤدي شيء من أجل الفوز. يعني أنا ما شفتش بيراميدز أدى المطلوب منه عشان يفوز، بل بالعكس الزمالك كان ممكن يخلص المباراة من بدايتها، لأن الزمالك انكمش بشكل كبير جدا في المباراة بشكل مبالغ فيه بعض الشيء، لكن هي دي كرة القدم. أروح بقى لضيوفنا عشان نتحاور ونشوف ماذا حدث اليوم في مباراة الزمالك مع بيراميدز. النهارده لازم نقول لكل الزملكاويه مبروك، جماهير نادي الزمالك مبروك، كابتن وائل الأباني مبروك. كابتن عمرو زكي مبروك. مبروك يا كبير. ونقول لكم بقى لو عايزين بقى مبروك يوم الاثنين، يوم الاثنين في مباراة بيراميدز والنادي الأهلي. طيب كابتن وائل، شفت المباراة ازاي النهارده؟ يعني في اول ربع ساعه انا شفت ان الزمالك كان افضل، انتشاره كان افضل، تحس ان نادي الزمالك كان نازل عايز يكسب في اول ربع ساعه. كره ناصر منسي طبعا فرقت كتير جدا، لو جت هدف من البدايه كان هتشوف ماتش احسن من كده. بعد كده مهيب حسيت ان الاثنين مش احسن حاجه سواء الزمالك او بيراميدز، لان حسيت ان المباراه كلها سجال، كلها في نص الملعب، كله خايف من الثاني، كله خايف من الثاني، بس برضه كان الزمالك افضل. يعني حتى لو ما فيش فرص كتير، لكن انا برضه كنت شايف ان الزمالك افضل. الزمالك كان بيلعب على اخطاء بيراميدز، تحس ان بيراميدز عايز يحضر من تحت،
هو بيخطأ كتير في الميس باص، فكان الزمالك بيستغل الحته دي. نادي الزمالك كان بيستغل الثغرات اللي بين الاثنين مساكين، وكان بيلعب على الكرات الطويله، وكان بيقدر يستغل اخطاء. بس ما حسيتش برضه ان بيراميدز تحس ان هي نازله تكسب. اولا ما فيش ضغط من بيراميدز، يعني انت النهارده مايلي وزيكو وزلاكا تحس ان هم ما كانوش موجودين خالص، وده ادى ارتياحيه على فكره لنادي الزمالك بشكل كبير، عكس احمد سامي ومحمود مرعي تحس ان هم ما بيلعبوش بارتياحيه. تحس ان عداد دباغ او بزيره او ناصر منسي تحس ان هم عاملين لهم قلق بشكل كبير. كان كل الناس متوقعه ان نص الملعب كان ممكن يمسكوا بيراميدز بشكل كبير، لكن ما شفناش ده. انا شفت نادي الزمالك هو عنده الرغبه اكتر. يعني انا حسيت لا. وبعدين جمهور نادي الزمالك كمان يا مهيب، حاجه انت بتتكلم في جمهور بيحركك. يعني فاهمني، عكس بيراميدز تحس ان برضه ما فيش جمهور، ما فيش تشجيع معنوي، ما فيش حاجه، فتحس ان هو مش عايز اقول ان هو مش بتاع بطوله. طيب انا بصراحة. لا هبقى مبالغ شويه يا عماره صالح لو قلت ان عمرو زكي يمكن النهارده عديد دباغ وناصر منسي عملوا الاثنين اللي بيعملوا عمرو زكي لوحده. يعني الصفتين، يعني مثلا يعني بجد والله، يعني لما تبص لعمرو الجري والدب ودب عديد دباغ، الخطف والحاجات دي برضو عمرو زكي. يعني عمرو زكي عرفنا قيمته ان هو كان باتنين لعيبه، سواء في مهاراته، في اقتناصه للاهداف، في سرعاته والدبدبه اللي كان بيعملها. مبروك نادي الزمالك. الزمالك النهارده داخل المباراه عنده معنويات وعنده حافز اكتر. بيراميدز داخل المباراه عنده مشاكل المباراه. انا اقول لك عمرو زكي باتنين، ما بحبش اتكلم على نفسي وعمال ما بحبش اتكلم على نفسي. انت جدع، انت عمال اقول لك عمرو زكي باتنين لعيبه واسمحوا لي، والناس قعدوا يتمتموا وعاملين ملحمه عليه. انت قلت حاجه، ما انت قلت حاجه مهمه مش حقيقه عليه. مش حقيقه. مهارات عمرو زكي هو بيعرف يلعب، هو يجيب جول بس يجري قوي يلعب بس. تعالى بقى انا اقسم عليك. هو عديها انا ما رضيتش عشان هو حريف بس. طبعا. خلينا نتكلم يا كابتن ان احنا جيل بيكمل جيل. تمام. وانت النهارده ازاي ان انا كمدير فني استغل الامكانيات اللعيبه اللي عندي في المكان الصح، سواء ان انا ابدا بمين او ان انا اغير بمين. النهارده ان انا اوصل كمدير فني ان انا اوظف اللعيب بشكل كويس، وان انا اطلع اللعيب ناصر منسي بالهجوم اللي هو كان عليه الغير مبرر خلال الفتره اللي فاتت، وان انا اخليه خلي بالك هو ما بيجيبش جون. يعني ايه هجوم غير مبرر؟ يعني الهجوم اللي انا مش لاقي له تفسير. من كابتن احمد بلال. خلينا نتكلم ان كابتن احمد بلال طبعا قيمه كبيره جدا. انا دايما مع الراجل كويس، لان احنا عندنا الهدف الاساسي النهارده منتخب مصر. فاحنا عندنا مشكله في الحته الهجوميه، ما عندناش النهارده مهاجم بيمثل منتخب مصر. هو احمد بلال قال ان هو افضل من ناصر منسي. مين؟ بس حقه. لا بص بص نتكلم، من حقك ان انت تتكلم تقول على نفسك زي ما انت تقول، لان انا شخصيا عارف قيمه نفسي، وباخد قيمه نفسي من التاريخ بتاعي، هو اللي بيحكم مش اللي بقول، ومن الشارع. اما ان انا اتكلم على حته اتكلم على عيب، ان انا اتكلم يا اما اتكلم بالايجابي او ان انا اتكلم بالشكل اللي هو يعني من غير ما جرحت حد. فاتمنى ان العلاقه دايما تكون بينا احترام، لان احنا اتربينا. طب بقول لك يا وائل، احمد بلال ولا عمرو زكي؟ اهو عمرو زكي. احمد بلال ولا عمرو زكي؟ عمرو زكي. بص ليه بقى عمرو زكي؟ مش عشان فكره انا احسن، لانه من حقي انا كراجل اشوف نفسي احسن واحد في الدنيا، لازم دي الثقه في نفسي. لا انا بقول لك اتكلم على حد. لا انا بقول لك كوره دلوقتي اهو. انت تاريخ ولا ايه؟ التاريخ ايه؟ التاريخ اللي بيقول، مش انا. بيقول ايه التاريخ؟ لا التاريخ حاجه، وانك تصنف تحط فرق بين لعيب ولاعيب حاجه. لا استنى بس يا عمرو عشان اوضح الحته دي. لا استنى بس عشان ما ندخلش الامور في بعضها. اتفضل يا كابتن. التاريخ حاجه، وانك انت تقارن لعيب بلعيب حاجه. ايوه تمام كده. يعني ممكن انا كلاعب اكون افضل من عمرو زكي، بس هو يكون تاريخه افضل مني. ايوه انا مهريا افضل، صح، بس انا ما حصلش نصيب ان انا اعمل تاريخ. صح. انت ما بتقارنش نادي بنادي، انت بتقارن لاعب بلاعب. برافو عليك يا وائل. فالنهارده لما نيجي نتكلم على عمرو زكي، لا عمرو زكي افضل من احمد بلال، ده وجهه نظري. طيب طب عماره، لو سالت عماره اهو الاثنين كويسين. لا عماره لا والله الاثنين كويسين. ما هم الاثنين كويسين. انا ما اقدرش اجي على عمرو ولا اجي على بلال. مش هياكل. بلال كان بص بقى الجراءه هيقول. لا انا بقول لك بلال فيرود النادي الاهلي. انت مدير فني. عمرو زكي عمل تاريخ مع المنتخب، يعني مع كابتن حسن شحاته هايل. وعمل اسم في المنتخب هايل. حلو. احمد بلال المنتخبات برضو اشتغل. احمد بلال لعب منتخب وعنده 16 سنه. سؤال ذا بيست دلوقتي او انت؟ لا انا الاثنين كويسين بصراحه. بس يا كابتن برضو احنا عايزين نعرف حاجه.
ما هم عارفين ان احنا الاثنين كويسين، لكن بالظبط. لازم واحد يتميز عن واحد. بالظبط. انا ما قلتش ان هجيب احمد واحد. بلال انا وحش. بالنسبه لي انا ما قلتش ان احمد بلال بالنسبه لي وحش. الاثنين كويس. طيب صالح. لا انا من حسن حظي طبعا ان انا زميلت عمرو زكي طبعا في الملعب اه ولعبت معاه واتفرجت عليه لايف يعني في أهلاوي الملعب وهيكلم. وشفت تحركاته وشفت قتاله في الملعب وفورمته كانت عامله ازاي وراجل بيقاتل ازاي. فانا يعني من حسن حظي ان انا شاركته طبعا في الملعب وعملت له جوان طبعا وشاركته في اوضه. بعد كل ده تقول بدايه لا طبعا كابتن احمد بلال مهاجم كبير ومش عايزين برضه خلينا ايوه طبعا. لا طبعا. عايز لك اقول حاجه يعني صغيره بس بالنسبه لي عمرو الجزئية زكي دي. طبعا كل الاحترام ما قلتليش مين بس الاول. يا كابتن عمرو طبعا. طيب شكرا صالح. كل احترام وتقدير لكل واحد. خلي بالكم يا جماعه انا معايا 2 لعيبه قمه المهاره، انتوا جيل واحد يا صالح؟ قمه المهاره والالتزام. واحد منتخبات من ده طول عمرو منهم. على فكره مهيب على فكره يا جماعه من داخل الملعب. عاش كل الاجيال دي. ده الراجل اللي تعب يا جماعه. بص يا مهيب خلينا نقول حاجه. بحترم طبعا راي الكابتن محمد عماره قيمه كبيره جدا، كابتن صالح، كابتن وائل. خلينا نتكلم كابتن احمد بلال قيمه كبيره جدا وادى النادي خلاص نخرج بقى من الموضوع ده. لا عشان الحته دي مهمه عشان نقفل. انا شخصيتي النهارده انا كنت اتمنى من الكابتن احمد بلال ان هو يكون دافع. مش عيب جدا خالص ان انا اشيد بمهاجم نادي الزمالك عشان هو يعني انا عايز واحد منتخب مصر. انا واحد من الناس عماد متعب وعمرو زعلان عشان الطريقه بس. طبعا يا كابتن طبعا يا كابتن خلينا محترمين يا كابتن. احنا يعني يا كابتن انا بتكلم اول محترم مره كابتن لان ده دايما ليه انا النهارده بقول لك كابتن ما ينفعش ان اللعيبه على قد نجوميتي على قد نجوميتي على قد نجوميتي وعلى قد النادي الكيان الكبير اللي بلعب فيه يكون كلام على قدر الاحترام. تحترم نفسها يعني بعضيها يعني احترم تحترم يا كابتن احترم تحترم. يلا السلام عليك يا عم. بعد الفاصل مكملين. تعالى بقى. ايه ده؟